السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فطائر. هاد الفطائر البنات غادي نديرهم الشعريه الصينيه والكفته. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجوا واحد زلافه ديال الدقيق اللي نوضعها هنايا في هاد العجانه. غادي ناخذ واحد 2 معالق كبار ديال الزيت، مائده مع الخضار. غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه على حسب الذوق. غادي ناخذ سنيده حتى هي، شويه ديال سنيده صافي. غادي نوضعها في العجانه تعجن. وضعت عليها شويه ديال الماء دافي، غادي نتسنى عليها حتى تعجنها وغادي نوضعها ترتاح وغادي ندوزو للحشوه. بالنسبه للحشوه البنات عندي هنايا الكفته والبصله تعصافير وخيزو كيتو بحكاكه الغليظه والقرعه حتى هي كيتو بحكاكه الغليظه. عندي 2 حبات ديال الخيزو، 2 حبات ديال القرعه كبار، واحد حبه ديال البصله كبيره، واحد 250 غرام ديال الكفته، واحد ربعه ديال الكفته. بالنسبه للشعريه الصينيه كيف ما كتشوفوا هي رقبتها هنايا في الماء. دابا غادي نوضع هذيك الخيزو والقرعه والبصله والكفته تشحروا ونعاودوا نتلاقاو البنات لتتمه الوصفه. انا رجعت معكم البنات بعد ما تشحرات كيف ما كتشوفوا هنايا الحشوه. دابا غادي نضيف زيتون خضر مقطع وغادي نضيف شويه ديال العطريه. عندي هنايا الملح على حسب الذوق، شويه ديال التحميره، غادي نضيف شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير والهريسه على حسب الذوق. واحد شويه ديال الهريسه الا كانوا الدراري صغار بلا ما ديروها، عا شويه اللي درت حتى انا غير باش تعطي ديك النكهه ديال الحار. وعندي هنايا شويه ديال الزعتر كتحكي بينات يدك كتوضعيه. وغادي نضيف واحد شويه ديال الثومه مدقوقه، ها هي حتى ديال الثومه مدقوقه. وغادي نضيف الشعريه بعد ما قطعتها، هي بعد ما شفتها قطعتها صافي. دابا غادي نخلط هاد العناصر كامله. بالنسبه للعجين قطعتها، ها هي كيف ما كتشوفوا. دابا راه وضعتها ترتاح. غادي نتسنى على هاد الحشوه، غادي نزيد تشحر واحد شويه وغادي نتسنى عليها حتى تبرد وغادي نبدا في التوراق. صافي انا رجعت معكم البنات بعد ما ورقت هاد الكرات اللي درت اللي شكلتهم قبيله هما كيرتاحوا. وراه درت واحد 4 هنايا بديت بهم. بالنسبه للزبده ذوبت هنا الزبده ودرت شويه ديال الزيت وواحد المعلقه ديال الفورس صافي. دابا غادي نورقها بهذه الطريقه. بالنسبه للحشوه هي وضعتها هنايا كتبرد ليا باش ما تقطعش ليا الورقه. بالنسبه للتوراق البنات غادي نوضعوها على 4 بحال الرغيفه بحال هكا. بحال هكا صافي. غنخليها ترتاح صافي البنات. غادي نستمر على هذه الطريقه حتى غادي نسالي هاد الكرات كاملين اللي عندي ونعاودوا نتلاقاو باش نعمروهم. صافي البنات كناخذوا واحد الرغيفه كما هكا، كنحاولوا نضربوها شي شويه باش ما تجيناش لاباط غليظه. صافي كنضربوها هكا بشكل طولي. هنا هكا كناخذوا الحشوه
كنسرحوها بحال هكا. كنجيو حتى لهاد القنت هنا وكنديرو كنقطعو هاد العجينه على شكل اشرطه بحال هكا. صافي دابا غنبداو نلفو. هادي غادي نجيبوها هنايا بحال هكا. صافي غنوضعوها في لاطه ديال الفران. هي كما كتشوفوا هنايا. صافي البنات غادي نستمر على هاد الطريقه حتى غادي نسالي العجينه كامله اللي عندي، وغادي نعاودو نطلقوا باش ندخلوها الفران. الفران غادي تسخنوه غيكون ديجا سخون. وبالنسبه لهنا هاد لي سيجار غادي دهنوهم بشويه ديال الزبده، اولا غادي ديروا البيضه وشويه ديال التحميره باش كتعطي واحد كتجي محمره كتعطي واحد لابريونس زوينه. صافي البنات دابا خديت المح ديال البيض كيف ما شفتوا، غادي نضيف عليه واحد المعلقه صغيره ديال التحميره. دابا غادي نخلط هاد العناصر كامله. غتحاولوا لو ماكسيموم تحيدوا دوك الحبيبات ديال التحميره ما تبقاش باينه باش ما تجيكش باينه في الفطائر. حكيها مزيان مع داك المح ديال البيض، حكيها مزيان كيف ما كتشوفوا هنا في الفيديو. من بعد ما غادي تحكي هذيك التحميره وداك المح ديال البيض، صافي غادي تدهني الوجه ديال الفطائر، تدهنيهم تاخدي واحد الشيته ولا النتعه بالظهر ديال العاشق كما كتشوفوا. الا بغيتو هاد المح ديال البيض يطلق شي شويه باش تجي جاريه، غادي تزيدي ليها النص في البيض البيض اللي نقصتي في الاول، عزيديه باش يجيك شي شويه جاري. صافي البنات هاد الفطائر البنات راه كيجيو غزالين وممتازين واقتصاديين وكيوجدوا فرمشه العين. سورتو الا كانت عندك لاباط واجده ديجا عجناها راه كيجيو ساهلين، كتكوني عاوتاني ديجا موجده ديك الحشوه راه كتجي هاد الفطائر كيوجدوا فرمشه العين. صافي البنات بعد ما غادي نكمل هاد الدهن ديال الوجه ديالو غندخلها الفران نشعل من الفوق ومن التحت وصافي. ها هما واجدين البنات كيف ما كتشوفوا كيجيو غزالين ومقرمشين. انا غنقطع وحده باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش دايره. كتجي مقرمشه كتجي زوينه البنات، كتجيش معجنه. هانتوما كيف ما كتشوفوا. المهم الوصفه ديالهم كانت صافي البنات. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم بارطاجيو مع احبابكم وصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده. ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات.